إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني تخيل واحد ماشي على الطريق الصحراوي لوحده، مسافر على أي طريق صحراوي أو جبلي لوحده، وفجأة تعطلت السيارة بيه وهو في هذا الموقف الحرج. طبعا لو الليل أتى عليه وهو في هذا المكان ممكن يطلع عليه ديابة، ممكن يحصل له أي حاجة. فطلع المحمول بإيدين مرتعشة يحاول أن يتصل بأي أحد، لعل يكون في شرطة في الشبكة يتصل بحد. لقطت الشبكة بيكلم واحد بيقول له الحقني أنا فيه، ولسه جاي يقول له المكان، فصل المحمول شحن. تخيل كده، في لحظات لا تحتمل ان قلبك يفصل شحن فيها، في لحظات لا تحتمل ان قلبك يخونك فيها. من هذه اللحظات رمضان الذي بيننا وبينه اسابيع قليلة، موقف لا يحتمل ان انت تفصل شحن فيه، لان الليلة فيه بعمرك كله. اخواني واحبابي في الله، واحد من الناس كانت مراته مريضة ومحتاجة تعمل عملية وإلا هتموت، وابنه في الثانوية العامة ومحتاج ياخد دروس وإلا هيسقط، وبنته مخطوبة ومحتاج يجهز لها عفشها وإلا خطيبها هيسيبها، والأزمة تفاقمت مش عارف يعمل ايه. سافر وقال لهم انا كل شهر ابعت لكم جواب في حل المشاكل بتاعتكم كلها. سافر وبعت لهم اول جواب، مسكوا الجواب يبوسوه، مسكوا الجواب يقبلوه. ده الحل اللي ابونا قال لنا حل كل مشاكل حياتنا. وبعد كده الست لسه هتموت ومفيش عملية، والولد هيسقط ومفيش دروس، والبنت خطيبها بيهددهم انه هيسيبها لو ما جابوش العفش عشان الجزء اللي عليهم من العفش عشان يتجوزوا. طب نعمل ايه؟ بعت لهم جواب تاني، مسكوا الجواب يبوسوه، قالوا طب خلاص نجيب علبة قطيفة جميلة ونحط الجواب فيها، يبقى من احترامنا الجواب اللي ابونا بعته لنا، ولسه المشاكل زي ما هي. اخواني واحبابي في الله، الحل انهم يفتحوا الجواب ويطلعوا الفلوس اللي في الجواب تحل لهم مشاكل حياتهم. هي دي بالظبط، هي ديت سبب المأساة بتاعتنا، ان احنا مش عايزين نفتح الجواب ده، مش عايزين نفتح الرسالة اللي ربنا منزلها لنا من فوق 7 سماوات، مش عايزين نفتح المصحف، قاعدين نحطه في علب قطيفة، قاعدين نبوسه، قاعدين نحطه في السيارات، وتلاقي الراجل مادد ايده بدخان السيجارة، وتلاقي الشاب مشغل اغاني باعلى صوت في العربية بتاعته، والمصحف محطوط ورا بركة بنقراها الميتين امام القبور. وممكن تقرأ ايات ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وممكن يكون اللي في القبر تارك للصلاة بيعذب بسبب هذه الايات، مش بيرحم بسبب هذه الايات. يا جماعة عايزين نفتح الجواب، عايزين نفهم كل حاجة بالقرآن. اقترب رمضان، ورمضان يساوي القرآن. علاقتك بالقرآن ايه؟ احوالنا مع القرآن ايه؟ تعالوا يا اخوانا نتدبر في سورة من سور القرآن، تعالوا نعيش مع سورة من سور القرآن، تعالوا نحاول ننور حياتنا بالقرآن، نحاول ننور كل حاجة في طريقنا إلى الله بالقرآن، تعالوا نحاول نفهم كل حاجة في الحياة بالقرآن، تعالوا نفتح الجواب، تعالوا
نفتح الصندوق الجميل المبهر اللي المسلمين واقفين قدامه وبيقولوا الصندوق ده جميل قوي. يا عم ده كل ده منظر من بره، ده انت لو فتحت هتلاقي مجوهرات مبهرة هتذهلك عن حتى الجمال الخارجي بتاع الصندوق. تعالوا نفتح هذه الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها لنا عشان تغير حياتنا، عشان تبني الأمة، عشان تدينا خط سير في حياتنا. تعالوا نتدبر في سورة من سور القرآن، سورة النبأ. سورة النبأ، وينتظم الحديث عن سورة النبأ في هذه العناصر. اولا عما يتساءلون، اثنين الم نجعل الارض مهادا، ثلاثة ان يوم الفصل كان ميقاتا، اربعة ان جهنم كانت مرصادا، خمسة ان للمتقين مفازا، ستة انا انذرناكم عذابا قريبا. عما يتساءلون، عما يتساءلون. تعالوا يا جماعة ركزوا معايا يا اخوانا، ركزوا معايا بكل قلوبكم، ركزوا مع كلام ربنا مش مع كلام انا. تعالوا نشوف كلام ربنا ممكن ينور لنا حياتنا قد ايه، ممكن يفرق معانا في حياتنا قد ايه. احنا عايزين نخرج النهارده باذن الله واحنا مرتبطين بكتاب ربنا، حاسين بالذنب على الهجر اللي في العلاقه اللي بيننا وبين القران العظيم. عما يتساءلون، يعني عما يتساءلون ده منظر رأي عام مقلوب في بلد، منظر ناس ربنا يتساءلون. يتساءل فعل مضارع يفيد الاستمرار، يعني المجتمع في حيرة من امره. والتساؤل معناه ان اللي بيسأل ما هوش عارف الاجابة، واللي بيتسأل ما هوش عارف الاجابة. فده بيقول لي ده ازاي، يقول له ما اعرفش، وده بيقول لي ده ازاي ما اعرفش. الناس قاعدة على الكافيهات، الناس قاعدة بتشيت على النت وعلى السوشيال ميديا، الناس قاعدة في المصالح الحكومية، الطلبة في الجامعات، الناس في الشوارع. رأي عام مقلوب. عما يتساءلون، الرأي العام كله مقلوب بسبب قضية. القضية دي يا ترى هي ايه؟ عن النبأ العظيم يوم القيامة، الدار الآخرة. هو طول عمر الرأي العام بيتقلب عشان الأسعار غلت أو رخصت، طول عمر الرأي العام بيتقلب لأن فلان ربنا خفضه وفلان ربنا رفعه بسبب أحداث الواقع. إنما إمتى الناس كلها ماشية تتكلم عن الدار الآخرة؟ ده إنجاز يا جماعة، إنجاز. تخيلوا لو أنتوا الوقت لقيتوا الناس كلها حتى لو على سبيل التساؤل ماشية تتكلم عن الدار الآخرة. السبب إيه؟ السبب إيه؟ إزاي النبي عليه الصلاة والسلام قلب الرأي العام؟ إزاي النبي عليه الصلاة والسلام خلى الرأي العام في مكة كله يتكلم عن الآخرة؟ ازاي النبي عليه الصلاة والسلام حول قضايا الرأي العام كله في مكة وكلام المجتمع كله عن الدار الآخرة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام كان معاه فيسبوك؟ هو النبي كان معاه انستجرام وواتس؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام كان معاه قنوات فضائية او برامج توك شو مشهورة؟ ازاي قلب الرأي العام؟ ازاي غير المواضيع اللي بيتكلم فيها الناس؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده خطبة جمعة في مسجد كبير الناس كلها بتيجي تحضر له فيها في مكة؟ هو النبي كان عنده درس اسبوعي ثابت في مسجد؟ هو النبي كان عنده ميعاد ثابت في قناة فضائية بيجي فيه كل اسبوع؟ النبي عليه الصلاة والسلام غير الرأي العام. عارفين ازاي يا جماعة النبي غير الرأي العام؟ لانه نزل للناس، لانه نزل للواقع، لانه اتحرك بالدين وسط الناس، لانه طلع على جبل الصفا في اكتر حتة حيوية في مكة كلها وصرخ بالكلام عن الله والدار الاخرة. حاسين قد ايه احنا مقصرين في حق ديننا؟ حاسين قد ايه احنا سايبين، احنا سبب بعد الواقع عن الدين، احنا جزء منه يا اخوانا. تخيل لو انت في معسكر من المعسكرات في عدد هائل من المسلمين ونمت بالليل وكل الناس اللي فيه نامت وكل الشباب اللي فيه ناموا، وبعد كده صحيت كده انتبهت في نص الليل بتبص لقيت حريقة رهيبة، بتبص لقيت الحريقة محوطة المعسكر من كل جهة. قدامك حل من ثلاثة والناس كلها نايمة، مفيش غير 2 3 اللي صاحيين. قدامك حل من ثلاثة، يا اما انك انت تعمل فيها عنتر وتقعد تطفي في النار والنار اكبر من امكانياتك، يا اما ان انت تهرب وساعتها تنجو، بس هيبقى نجاة انسان جبان ساب الناس تتحرق عشان هو ينجو، يا اما انك انت تتعاون مع المستيقظين في ايقاظ النائمين وساعتها هيطفوا الحريقة باسرع ما يكون. الوقت الامة محاط بها حريقة، الامة محاط بها حرب من جميع الجهات. انت دورك ايه؟ عملت ايه لدينك؟
عملت ايه عشان دعوة ربنا سبحانه وتعالى؟ دولة زي مالي اللي لكل 100,000 مواطن في دكتور، المنصرين بنوا هناك لكل 500 مواطن كنيسة. ده جهد اهل الباطل لنصرة الباطل. جهدك انت لنصرة الدين ايه؟ جهدك انت لنصرة الحق ايه؟ عملت ايه؟ لما بقرأ عن بعض الفنانين وبعض المغنيين وبعض الممثلين والانجازات بتاعتهم عشان يخلصوا تمثيليه رمضان، عشان يعملوا مسلسل هيتذاع في شهر رمضان، عشان يعملوا اغنيه، مغني عشان يطلع ياخد جايزه وكان وزنه مش مناسب خد جلسات كهرباء، قال انا ما اقدرش لو عملت رجيم ان انا اظهر، خد جلسات كهرباء. عشان ايه؟ عشان صوره، عشان صوره. ممثل ولا ممثله بيمثلوا في تمثيليه من تمثيلات رمضان قالوا لهم ان يعني الوقت خلاص مضغوط، خلاص رمضان قرب. الممثله فضلت تمثل ليل نهار لحد ما دخلت العنايه المركزه في سبيل ايه؟ في سبيل التمثيل، مش يعني ده استعدادها رمضان في سبيل التمثيل. فما استعدادك انت رمضان في سبيل الله؟ ممثل من الممثلين بيقولوا له هتعمل مشهد يعني دوبلير مكانك هيعمل انه بيترمى في النيل لان المشهد خطر. قال لهم ودوبلير ليه؟ انا لازم اعمل لايف. نزل كان هيموت فيها وانقذوه وهو بيموت. ممثل بيقولوا له هتمثل دور انك انت اهتم فهنعمل لك مكياج كده يعني ما يبينش جزء من اسنانك. قال لهم ليه؟ كسر اسنانه عشان يبقى المشهد طبيعي. يا جماعه اذا كان ده جهد اهل اللهو لنصره اللهو وعشان اللهو، امال جهدك انت لنصره دينك ايه؟ جهدك انت لنصره الحق قد ايه؟ اذا كان المنصرين بيلفوا الكره الارضيه يكلموا الناس في التنصير على رجليهم، الاوروبيين والاوروبيات بيروحوا يعيشوا في وسط افريقيا بال30 سنه وال40 سنه، وهم لو عاشوا في اوروبا هيستناهم ارخى مستقبل، اكتر مستقبل في الرخاء، ولكن عشان عقيدتهم. اذا كان ده جهد اهل الباطل لنصره الباطل، جهدك انت لنصره الدين قد ايه؟ يا اخوانا اللي بيحب حد بيتكلم عنه، اتكلمت عن ربنا. اللي بيحب حد بيتكلم عنه. انت قبل ما تتوب زمان كنت شغال مندوب دعايه مجاني لكاس العالم، كنت شغال مندوب دعايه مجاني للمغني اللي انت بتحبه، كنت شغال مندوب دعايه مجاني لنهائي ابطال اوروبا، كنت شغال مندوب دعايه مجاني للاغنيه الفلانيه والفيلم الفلاني. انت دلوقتي بعد ما تبت عملت ايه عشان ربنا؟ اتكلمت قد ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ لو انت بتحب ربنا هتتكلم عنه. اللي بيحب حاجه بيتكلم عنها، اللي بيحب واحده بيتكلم عنها، اللي بيحب اكله بيتكلم عنها. طب اللي بيحب ربنا ما بيتكلمش عنه ازاي؟ خد بالك ان الكلام عن ربنا اصطفاء، ده وظيفة الانبياء. مش اي حد ربنا بيأذن له انه يتكلم عنه، مش اي حد ربنا بيأذن له انه القلوب تتهدى على ايديه. اتكلمت عن الدين قد ايه؟ عما يتساءلون، عما يتساءلون مجتمع مقلوب. ليه؟ بسبب ان في داعية طلع على جبل الصفا وصرخ بالكلام عن الله. كلمت كم واحد عن ربنا؟ اثرك في الواقع ايه؟ غيرت في الواقع قد ايه؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل هذه سبيلي. هو ده الطريق. الطريق ليه يا رب؟ الطريق لسعادة الدنيا، الطريق لسعادة الاخرة، الطريق للنجاة، الطريق لرضا الله، الطريق لعز الاسلام والتمكين. قل هذه سبيلي، هو ده اللي هيوصلني. ايه هو يا رب؟ ادعو الى الله، ادعو الى الله. عايز تموت على سبيل النبي موت على الدعوة، عايز تعيش على سبيل النبي عيش على الدعوة. ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الناس واقفه بتتكلم عن يوم القيامه. الناس مش مصدقه ان في يوم قيامه. النبأ هو الخبر الذي يشغلك عن كل ما سواه. المفروض الناس مشغوله بايه؟ عن ايه؟ الناس ذهنها متفاعل مع ايه؟ عن ايه؟ عن النبأ العظيم. زي اتنين شباب قاعدين على شريط قطر يلعبوا دومينو مع بعض، فواحد بيقول للتاني ده بيقول لك ان فينا شريط قطر. قال له يعني ايه شريط قطر؟ قال له يعني بيقولوا ان فينا قطر معدي. قال له يعني ايه قطر معدي؟ قال له يعني القطر اللي لو طلع الخبر ده سليم القطر هيجي هيموتنا في لحظه. قال له يا عم كبر، يا عم انت مصدق؟ يا عم انت مصدق الكلام ده؟ الناس يعني الذي هم فيه مختلفون. الناس ما اختلفتش في تقدير قيمة العربيات. العربية يقول لك دي ب65,000 جنيه
و500 جنيه، انما دي ب66,000، انما دي ب70,000. الناس ادت لكل حاجة في الدنيا قدرها. الناس قدرت العربيات حق قدرها، قدرت الموبايلات حق قدرها، ولم تقدر الله حق قدره، ولم تقدر الجنة حق قدرها، ولم تقدر النار حق قدرها. عشان كده ربنا غضبان، فربنا بيقول كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سيعلمون الاولانية عقوبة الذنوب في الدنيا، وسيعلمون التانية عقوبة الذنوب في الاخرة. ان كل ذنب الواحد بيعمله هيشوف ثمرته في الدنيا قبل الاخرة. ولكن مين اللي مصدق يا جماعة؟ اتنين، ألم نجعل الأرض مهادا؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ يا رب الناس قاعدة تقول شبهات، يا رب يا رب التوك شو 28 قناة قاعدين يقولوا شبهات ليل نهار، يا رب ما نرد على الشبهات. ما انت يا رب الآيات لسه بتقول الذي هم فيه مختلفون، ما نرد. يا اخوانا لو انت عندك 100 خفاش في أوضة ومبهدلينك وانت عايز تخليهم يمشوا، قدامك حل واحد بس، تتك على كبس النور، أول ما النور يجي كلهم هيمشوا. عشان كده الآيات ما استرسلتش معاهم في الرد على الشبهات، الآيات نورت النور. ألم نجعل الأرض مهادا؟ بصوا حواليكوا كده، بصوا حواليكوا وشوفوا، بصوا حواليكوا. ألم نجعل الأرض مهادا؟ الجبال أوتادا، خلقناكم أزواجا، جعلنا نومكم، جعلنا الليل، جعلنا النهار، بنينا فوقكم، أنزلنا من المعصرات لنخرج به حبا نباتا جنات ألفافا. انتوا ما شايفين كل شاشات العرض العملاقة الجبارة اللي حواليكم اللي بتبث 24 ساعة مشاهد جلال الله ومشاهد عظمة الله؟ ما حركتش قلوبكم؟ ما زلزلتش قلوبكم؟ شباب الوقتي يجي شاب يقول لك انا عندي شبهات في وجود الله، انا صاحبي الحد. انا الحد يا جماعة، الحد ايه؟ نفس الشمس اللي سيدنا ابراهيم لما بص فيها قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات، هي نفس الشمس اللي بره الوقت ده اهي، هي نفس الشمس اللي في السماء الوقت ده اهي. احنا اللي ما بنبصش، احنا اللي مش عايزين نبص ربنا عمل ايه، احنا اللي مش عايزين نبص على معجزات خلق الله في الكون المعرض الرهيب اللي بيعرض مشاهد جلال الله. محدش عايز يبص، محدش عايز يتدبر، محدش عايز يتفكر. عارفين عاملين زي ايه؟ الشاب اللي بيقول لك انا شاكك في وجود الله والعياذ بالله والعياذ بالله. عارفين عامل زي ايه؟ زي واحد دخل مكتبة يدور على كتاب يشتريه، فدخل فلقى رواية منظر الغلاف من بره مبهر، منظر الغلاف فنان اللي رسمه، وعنوان الرواية شده جدا لدرجة ان هو ما صبرش انه يشتري الرواية ويروح البيت يقراها، وقف مكانه وفتح الرواية. الحبكة الدرامية بهرته، رسم الاشخاص بابداع بهره، فضل يقرا، فضل مكانه لحد ما خلص الرواية كلها وهو مبهور. راح لصاحب المكتبة قال له لو سمحت الرواية ديت بتاعت مين؟ الرواية المبهرة دي بتاعت مين؟ قال له رواية ايه؟ قال له ده ايه؟ قال له دي مش بتاعت حد يا ابني. قال له مش بتاعت حد ازاي؟ مين مؤلفها؟ قال له ملهاش مؤلف. قال له ازاي؟ قال له ده كان امبارح واحد ماشي وفي ايده قرد كده بتاعه، القرد قام فلت من صاحبه وقام داخل المكتبه هنا، قعد على الكيبورد اللي هناك ده قعد يضرب يضرب يضرب، قام مطلع الروايه، وبعد كده دخل على برنامج الرسم قعد يشخبط، قام مطلع الغلاف، وبعد كده قام خبط خبطتين قام مطلع العنوان. يا سلام، ده كلام لو قلناه المرضى المستشفيات الامراض العقليه هيقولوا على اللي بيقولوا مجانين. اذا كنا ما صدقناش ان الرواية اتعملت من غير مؤلف، ازاي نصدق ان الكون ده اتبنى من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ هؤلاء الملحدين، هؤلاء الذين يشككون الناس في الله سبحانه وتعالى، والله يقول افي الله شك. هؤلاء الناس عاملين بالظبط زي واحد سافر فرنسا فبيوروا له برج ايفل، فالراجل مبهور ببرج ايفل والاعجاز والابداع الهندسي اللي فيه، فبيقول لهم مين اللي بنى البرج ده؟ قالوا له يا عم ده اسمه برج ايفل كده، انما لا في مهندس اسمه ايفل ولا الكلام ده خالص. قال لهم امال ايه؟ قالوا له ده كان فينا جبل من 1000 سنة فجأة حصل زلزال الجبل اتحول لبرج ايفل. يا سلام، اذا كنا ما صدقناش ان الموبايل يخترع من غير مخترع، امال العقل اللي اخترع الموبايل ازاي من غير خالق؟ اذا كان لو واحد قال لك اللمبه دي اتعملت نفسها هتقول عليه مجنون،
امال الشمس دي ازاي في ناس مصدقه انها عملت نفسها او انها جت كده؟ ازاي يا اخوانا؟ كيف يعقل اناس هذا؟ لو انت ماشي على شط البحر لقيت قلعه رمليه كبيره واحد عاملها وعامل حواليها مجاري مائيه وعامل فيها الشبابيك وراسمها بكل دقه، فبتقول لواحد القلعه الرمليه ديت مين المبدع اللي عملها؟ واحد يقول لك ملهاش. امال ايه؟ قال لك ده البحر كان هايج امبارح فقعد يضرب في الرمل فقام طلع القلعه دي. ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ لو طلعت الايفون وقلت لواحد مفيش حد اسمه ستيف جوبز ولا حاجه، الايفون ده مش اختراع ستيف جوبز ولا في بني ادم اصلا اسمه ستيف جوبز، هتقول لي امال الاجزاء بتاعه الموبايل اتركبت جنب بعض ازاي؟ والابداع التقني اللي فيها اتعمل ازاي؟ يا عم ده هي جت كده، ده هو شويه حديد وحصل بركان جنبهم كده فقاموا مكونين الموبايل. يا اخوانا كيف يعقل ان هذا الكون المعجز بدون اله؟ ال1000 مليار خليه اللي بيكونوا جسمك ازاي من غير اله؟ المليون ذره اللي بتكون كل خليه من ال1000 مليار خليه ازاي من غير اله؟ ال100 مليار ال100 مليون خليه اللي في مخك اللي بعدد نجوم مجرة التبانة اتركبت ازاي؟ عدد الاتصالات اللي ما بين خلايا مخك في الثانية الواحدة اكبر من عدد الاتصالات اللي ما بين البشر على وجه الارض في هذه الثانية. ازاي كل ده حصل؟ ازاي الاعجاز ده كله اتكون؟ ال300 مليار خلية اللي في كبدك اتكونوا ازاي؟ لو الكبد اتشال من الجسم يموت بعد 3 ساعات، لو الكلى اتشالت من الجسم يموت بعد اسبوع. ازاي؟ الم نجعل الارض مهادا؟ انتوا مش شايفين؟ انتوا ما بتبصوش؟ انتوا ما انتوش شايفين الكون حواليكم؟ مش شايفين التدبر الشاشات العرض العملاقة التي تعرض مشاهد جلال الله في كل حاجة في الكون؟ ألم نجعل الارض مهادا؟ بص للارض، طب بص للجبال، طب بص لمراتك اللي انت بتدخل البيت تلاقيها، طب بص للنهار اللي جه، طب بص لليل اللي راح، طب بص لنفسك وانت نايم او لابنك وهو نايم، طب بص للشمس، بص للسراج الوهاج، طب بص للسحب، بص للمطر وهو نازل، طب بص للجنات اللي طلعت من الطين والتراب، ودي حمراء ودي صفراء ودي. مين اللي لون؟ مين اللي هندس؟ مين اللي ابدع؟ مين اللي حول الطين لتفاح؟ مين اللي طلع من الطين سكر؟ مين اللي طلع؟ مين اللي ابدع كل ده؟ كل شيء يذكرك بالله فلا تنسى الله حين تذكر اي شيء. عشان كده بعد التدبر في الكون جه 3 مرات ان يوم الفصل كان ميقاتا، ان جهنم كانت مرصادا، ان للمتقين مفازا. ان حرف توكيد يفيد اليقين. يعني ايه؟ يعني كأن ربنا قبل ما يكلمك عن الجنة والنار، قبل ما يكلمك عن يوم القيامة، قبل ما يكلمك عن اللي انت مش شايفه، قال لك انا هكلمك الاول عن اللي انت شايفه. بص للارض والجبال والشمس، كأن ربنا بيقول لك قبل ما اكلمك عن اللي انت مش شايفه فتنكره، انا هكلمك الاول عن اللي انت شايفه. ولو انت بصيت بعينيك في الكون حواليك هيجي يقين راسخ بالدار الاخرة. عرفتوا الطريق لليقين ايه يا جماعة؟ التدبر في خلق الله. قال تعالى وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ليه يا رب؟ وليكون من الموقنين. فالتدبر في الكون هو السبيل الى اليقين. عشان كده بعد مشاهد الكون في سورة النبأ جت ان خلاص بقى كل الغيبيات يقين مسلم به. كل الغيبيات. مش يجي واحد يقول لك تتكلموا عن عذاب القبر ليه؟ هو فين عذاب القبر؟ ده بنفتح القبر ما بنلاقيش حاجه. وهو انت عايز تفتح القبر تشوف الملكين؟ ده انت لذيذ جدا. امال الامتحان فين بقى؟ امال ايه الامتحان اصلا؟ هو انت عايز تفتح القبر تلاقي ملكين قاعدين مع واحد بيقولوا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ امال هو ايه الامتحان؟ الامتحان ان في غيبيات. وهو انا دلوقتي لو في تكييف في المسجد وقمت ضارب على الريموت التكييف اشتغل، هو بالتأكيد في حاجة طلعت فتحت. امال هو ده اتفتح ازاي؟ هو انت شايفها؟ مش شايفها. هو مين قالك ان عينيك بتجيب كل حاجة؟ هو انت دلوقتي لو انا شغلت راديو وطلعت اذاعة القرآن الكريم، هو الحصري كان فين يا جماعة؟ هو فين الحصري؟ هو الصوت موجود ولكن الراديو هو اللي عارف يلتقطه. ودنك ما بتجيبش كل حاجة. انت ليه واثق في امكانياتك قوي؟ انت ليه بتعبد امكانياتك؟ انت ربنا خلق نظرك محدود، ما تعرفش تجيب النملة اللي في اخر المسجد. سمعك محدود، ما تعرفش تجيب الاتنين اللي بيتكلموا في الشارع اللي ورانا. كذلك عقلك محدود،
ما يعرفش يجيب كل حاجة. الناس اللي عايزة كل الغيبيات تبقى قدام عينيها، عاملين زي واحد ركب صاروخ ومعاه ترمومتر من بتاع قياس درجة حرارة الانسان وطالع، فواحد بيقول له رايح فين؟ قال له طالع الشمس. قال له ليه؟ قال له قيس درجة حرارة الشمس. قال له بايه؟ قال له بالترمومتر ده اهو، الترمومتر الزئبقي ده اهو. قال له يا ابني ده ما بيقيسش ليه، مخك ما بيجيبش ليه. اين الامتحان؟ اول صفة للمؤمنين في القرآن الذين يؤمنون بالغيب، اللي مسلم لربنا، اللي مطمئن بالله سبحانه وتعالى. 3 ان يوم الفصل كان ميقاتا. يعني يوم الفصل اليوم اللي هيتفصل فيه، اليوم اللي هيتاخد قرار مصيري في مصير كل واحد مننا. افصل قبل ما يتفصل في امرك، خد قرار. كل واحد مننا محتاج ياخد قرار يا جماعة. ان يوم الفصل زي ما ربنا في الجزء 30 برضه بيقول في سورة الطارق انه لقول فصل وما هو بالهزل. في ناس عايشة في مهزلة، في ناس لما تشوف حلقة مع القرآن تحس ان دي مهزلة. ربنا بيقول انه لقول فصل، فصل بين الجنة والنار، فصل بين السعادة والشقاء، فصل بين النور والظلام، فصل. كل آية من آيات القرآن تفرق معاك في مصيرك. فهمت كم آية؟ اتعلمت تفسير كم آية؟ قريت في قيام الليل كم آية؟ ان يوم الفصل كان ميقاتا. ميقات زي القنبلة الموقوتة كده، القنبلة الموقوتة ما حدش يعرف هتنفجر امتى، وفي لحظة بتفاجئ الجميع بالانفجار. كذلك الكون كله، الكون كله هينقلب في لحظة حدش مدركها. طب يا رب ان يوم الفصل كان، يا رب سيكون، يا رب كان، يا رب هو يوم القيامة لسه جه. وفتحت السماء فكان، يا رب ستفتح. فتحت ازاي؟ فتحت ده زمن ماضي، يوم القيامة لسه ما جاي. ستفتح السماء فكانت ابوابها، ستكون ابواب. وسيرت، يا رب ستصير. هو ده الله يتكلم عن يوم القيامة بزمن الماضي. ونفخ في الصور، سينفخ، لا نفخ. ليه؟ بدم ربنا امر ان يحدث، اعتبر انه امر واقع. وكان امر الله قدرا مقدورا. انك انت تتعامل ان يوم القيامة حاصل، ولكن انت استعدت له قد ايه؟ مش معنى انك ما بتفكرش في يوم القيامة انك مش هتعيشه. مش معنى انك ما بتفكرش في اول ليلة في القبر انك مش هتلاقي نفسك جواه وبتتحاسب. مش معنى انك ما بتفكرش في الصراط انك مش هتلاقي نفسك قدامه بيتقالك عدي. مش معنى انك ما بتفكرش في العرض على الله انك مش هتلاقي نفسك واقف بين ايديه وبتتسئل عن حاجة عملتها. فكر الحاجة اللي انت ما بتفكرش فيها ممكن تبقى هي اكبر واقع في حياتك. عشان كده ربنا قال الذي خلق الموت والحياة. يا رب الحياة الاول وبعد كده بنموت؟ لا، اصل انت اي حاجة في الحياة ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. انت ممكن تتجوز وممكن ما تتجوزش، وممكن تخلف وممكن ما تخلفش، وممكن تختنى وممكن ما تختناش. انما مش ممكن تموت وممكن ما تموتش. هتموت. عشان كده الموت جه قبل الحياة، لانه اليقين اللي اشد من اي حاجة ممكن تحصل في الحياة. ان يوم الفصل كان ميقاتا. اليوم ده جاي. انت الوقت فصلت قبل ما يتفصل في امرك. فصلت زي قول الله فلما فصل طالوت بالجنود فصل. افصل، خد قرار في علاقتك بربنا. خد قرار انك طالب اخرة. خد قرار. الانسان اللي ما بياخدش قرار فاشل في كل حاجة. اللي ما بياخدش، انت دخلت الكلية اللي انت دخلتها بقرار، ودخلت الشعبة اللي انت دخلتها جوه الكلية بقرار، وهتتجوز فلانة بقرار، وهتشتغل الوظيفة الفلانية بقرار. اللي ما بياخدش قرارات انسان فاشل في كل حاجة ما بياخدش فيها قرار. خد قرار في علاقتك بربنا. ما تسيبش علاقتك بربنا علاقة معلقة حسب ما تيجي. لقيت واحد صاحبي ملتزم امشي شوية في الالتزام، لقيت الدنيا مشاكل ان شاء الله لما تفرج. خد قرار انك تبقى عندك دين، انك خد قرار انك تصلي الفجر كل يوم في الجامع. خد قرار ان يبقى في علاقة بينك وبين ربنا ما فيش اي حاجة تشغلك عنها. خد قرار ان يوم الفصل افصل. قول اول قرار لازم تاخده قرار مش هضعف. لو اتعرضت عليا شهوات الدنيا كلها مش هضعف، لا يمكن هضعف ابدا. الصحابة لما اتعرضت عليهم الشهوات، مرثد ابن ابي مرثد الغنوي كان بيحب عناق،
فتاة في مكة، شاب بيحب فتاة، وجه الاسلام وجات الهجرة واختار ربنا وساب عناق. رجع مكة عشان ينقذ واحد من اخوانه، في عز الليل لقى واحدة بتقول له مرثد هلم فبت عندنا الليلة. ده مين دي؟ عناق. تخيل واحد ساب معصية بيحبها قوي عشان ربنا، عشان بيحب ربنا اكتر، وفي لحظة من اللحظات يلاقي الماضي كله قدام عينيه، يلاقي المعصية اللي تاب منها قدام عينيه. اي انسان في اللحظة ديت ذكريات كتير هتطلع في قلبه، افكار كتير هتتفجر في ذهنه. مرثد لو كانت ردت لحظة كان ضاع، لو كانت ردت لحظة كان ضيع نفسه. واجه المعصية فورا، قال لها يا عناق ان رسول الله قد حرم الزنا عليه الصلاة والسلام. موضوع منتهي، موضوع مقفول. مش هسيب باب موارب بيني وبين معصية، مش هضيع نفسي، لان المعصية عاملة زي سبحة، لو حباية اتفرطت كل الحبايات هتتفرط بعد كده. لو تهاونت في شيء من علاقتك بالله هتضيع نفسك بعد كده. عشان كده الشيطان عامل معاك زي حرامي عايز يدخل فيلا فيها واحد ويقتل الواحد ده، فقعد يلف حوالين الفيلا يدور على شباك موارب، يدور على باب اتنسى مفتوح يدخل منه. اوعى تسيب الشيطان باب يدخل لك منه او يضيعك منه. خد قرار، مش هضعف. لو اتعرض عليا ايه مش هضعف. لو اتعرض عليا وظيفة بمال حرام مهما كان المبلغ مش هضعف. لو اتعرض عليا شهوة حرام مش هضعف. ورجل، هو ده الراجل، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. ده فين؟ ده في ظل عرش الله. يعني ايه في ظل عرش الله؟ ظل عرش الله يعني انت واقف على محطة الميكروباص في عز الحر الساعة 2 الظهر والشمس كاوية دماغك، وانت واقف هتموت عشان تلاقي مكان في اي ميكروباص تروح بيه، وتلاقي واحد صاحبك معاه عربية BM مشغل التكييف وقافل الازاز، والازاز مشبر من كتر التكييف اللي شغال جوه، وعامل نفسه مش شايفك عشان ما يتدبش انه يوصلك، وماشي بالعربيه تبص له كده تقول له يا معديش. هي دي الناس اللي عايشه ولا بلاش؟ ظل عرش الله ان واحد هيقف في ارض المحشر، الشمس اللي على بعد 93 مليون ميل هتبقى على بعد ميل واحد، والرؤوس تغلي من حر الشمس، وتلاقي واحد صاحبك واقف في ظل عرش الله في المقصورة الملكية يوم القيامة. ساعتها تبص له وتقول يا معدي. هي دي الناس اللي عايشة ولا بلاش؟ ولكن هيبقى هو ده اللي له قيمة، انك انت تتحسر عليه ساعتها بحق حقيقي. خد قرار، خد قرار. مش هيأس، مش هيأس. لو جيت اتوب من ذنب وقعت فيه مش هيأس. لو اصعب معصية بيني وبين ربنا مش هيأس ان انا اتخلص منها. زي كعب بن مالك لما وقع في معصية التخلف عن غزوة تبوك، والنبي عليه الصلاة والسلام رجع، مراته قطعته وسابت البيت، ابن عمه ابو قتادة قطعه مرضاش يرد عليه، المجتمع كله عزله وقطعه، النبي عليه الصلاة والسلام قطعه ومرضاش يرد السلام عليه. 50 يوم كان ممكن ييأس، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم كان ممكن ييأس، كان ممكن يقول انا ما فيهاش فايدة، ولكن خد قرار مش هيأس لحد ما نزلت توبته في سورة التوبة من الله سبحانه وتعالى. خد قرار، خد قرار. مش هرجع، مش هرجع. خد قرار الثبات يا اخوانا. الثبات ده قرار، الانسان لازم ياخد قرار. ابو طالب نام على فراش الموت، النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية بيقول له قل لا اله الا الله، وابو جهل من ناحية بيقول له على ملة عبد المطلب. ما قدرش ياخد قرار انه يقول لا اله الا الله، مات كافر يخلد في جهنم والعياذ بالله. خد قرار، لانك لازم تاخد قرار في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. مش هرجع مهما حصل. عبد الله بن حذافة السهمي لما ملك الروم أسره وجابوا يتكلم معاه، فلما يعني مرضاش يتجاوب مع ملك الروم قال لهم احبسوه، قعدوه كذا يوم من غير اكل وشرب، وبعد كده دخلوا عليه خمر ولحم خنزير. فلما فعلوا عبد الله بن حذافة بيموت من الجوع ومن العطش، وعارف انه له رخصة، ولحم الخنزير يعني مش جايبين له حتة لحم نية بيقولوا ده بتاعت خنزير، ده لحمة مشوية ومحطوط عليها كاتشب ومايونيز وبهارات المنظر. فقال اني لاعلم ان لي رخصة ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله.
شوف الفكر. بيقول لك طب هو ملك الروم عايزه يشرب خمره ليه؟ هم الغرب عايزين المسلمين يشربوا خمر ليه؟ هم عايزين المسلمين يعصوا ليه؟ هو كان عايزه يكفر. طب ما هي يا جماعه المعصيه عامله زي حبل، تشد حته يجي اللي بعدها، تشد حته يجي اللي بعدها، مش هتقف. لما ابليس اراد انه يفتن سيدنا ايوب بعد 18 سنه من مرضه، ما دخلوش هو، راح لمراته زي ما عمل مع سيدنا ادم، راح لمراته قال لها ان لم يذكر ايوب الله على الطعام سيشفى. قال لها هو بس حاجة واحدة ويروق، مش هيسيب العبادة ولا هيسيب ربنا ولا هيسيب الذكر، ذكر الطعام بس يسيبه. طب وانت عايز منه ايه؟ هو لو قبل انه يسيب للشيطان باب موارب، الشيطان هيدخل وهيكمل المهمة بتاعته. ما تتهونش في دينك، ما تتهونش. الكفار عارفين ان الشاب اللي هيعصي ربنا هو ده اللي لما هيعرض عليه الالحاد هيقبل، هو ده اللي لما يعرض عليه الربوبية هيقبل، هو ده اللي لما يعرض عليه اي منهج يضاد منهج الله هيقبل. ليه؟ لان القلب خلاص بيسود من المعصية. اوعى تضيع دينك، اوعى تستدرك. ان يوم الفصل كان ميقاتا. 4 ان جهنم كانت مرصادا. مش هنقدر نستوفي العناصر يا جماعة عشان نخلص سريعا الخطبة الاولانية، انما هنجيب الاية بس. ان يوم الفصل ان جهنم كانت مرصادا. يعني ايه مرصادا؟ عارف هيئة الارصاد؟ انت عارف يعني ايه جهنم كانت مرصاده؟ انت عارف واحد مرصود يعني من وهو طالع من تحت التراب جهنم لقطته. انت عارف كأن جهنم دي فيها كمبيوتر كده بيلقط الصورة لكل واحد من وهو طالع من تحت التراب. فلان وانتد، فلان مطلوب، اتلقط وهو بيبعث وماشي في ارض البعث وماشي في ارض الحشر، وما هوش عارف ان جهنم رصده من لحظة طلوعه من تحت الارض لحد ما ربنا يأذن لها في اي مكان في ارض المحشر او على الصراط فتخطفه او تتخطفه. ان جهنم كانت مرصادا. جهنم مش حريقة يا جماعة، جهنم مش مجرد حريقة، جهنم فيها مئات الانواع من العذاب غير الحرق. ان للمتقين مفازا، حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا. هو الايات بتقول ايه؟ حدائق جناين وفواكه واكل وشرب واعنابه، وكواعب زوجة جميلة وزي القمر، وكأسا دهاقة خمر. يا رب يعني طب ربنا بيرغبنا هنا في الجنة بالنعيم المادي، خمر وزواج وشهوة. يا رب يعني طب ما كنت يا رب ترغبنا، يعني كان ممكن الآيات ترغبنا في الجنة بالنعيم النفسي الروحي. طب ما ده موجود، الى ربها ناظرة، في الترغيب في الجنة بالنظر لوجه الله وبحب النبي عليه السلام وبجوار الصالحين، كل ده موجود. طب ليه تيجي ايات ربنا يرغبنا في الجنة بالنعيم المادي؟ عارفين ليه؟ لانك عشان تتوب في ازمان الشهوات لازم هتضحي بمتع مادية. والانسان بيقول لك ايه البديل؟ عايزين نسيب الاغاني المحرمة، ايه البديل؟ عايزين نسيب 50 علاقة صداقة يا عم كلها علاقات بريئة، ايه البديل؟ عايزين نسيب الحفلات، عايزين ايه البديل؟ نقول له البديل الجنة. ان كل متعة بتضحي ربنا بيها المتعة دي هتاخد في الجنة من جنسها اضعاف اضعافها. يبقى مبدأ التضحية، مفيش حاجة بتتخسر مع ربنا، وانت مع ربنا عمرك ما هتخسر اي حاجة، وانت مع ربنا انت مش خسران حاجة. عشان كده من اعجب الايات في كتاب الله استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم. الشباب مش فاهمين كده، الشباب بيقولك استغفر واتوب يبقى حياة خنيقة، هتخنق، مش هلاقي اللي انا عايزه، مش هعمل المتع بتاعتي. كلمة المتعة بقت مرتبطة في ذهن المجتمع بالمعصية، متعة يبقى معصية، تعالى ما نتمتع لنا يومين يبقى مليانين معاصي. انما كلمة المتعة تقترن بالتوبة ده كلام جديد بقى. كلمة ربنا يقول فآمنوا فمتعناهم. يا رب ده المفروض ان اللي بيلتزم ده بيتخنق، لا ده اوهام، ده توهم. الانسان السعيد بحقه حقيقي هو الانسان الملتزم، بس لو عاش الدين صح. الشباب متهيأله فعصوا فتمتعوا، انما استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم. عايز تعيش المتعة كلها في الدنيا قبل الاخرة في دين ربنا، هو اللي بيده قلبك، هو اللي يقدر يسعدك، هو اللي يقدر يرفعك.
محدش هيقدر يعمل لك اللي ربنا ممكن يعمله لك، محدش هيقدر يرفعك زي ما ربنا ممكن يرفعك. كل مصلحتك في الدين والدنيا والآخرة مع ربنا. اخطر علاقة في حياتك هي علاقتك بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني كان في مملكة من الممالك، يعني يضرب مثل، كانت ما بتسيبش حاكم يحكمها أكتر من سنتين، وبعد ما السنتين يخلصوا يفتحوا له باب المملكة يطردوه لجزيرة معزولة كلها وحوش وكلها أدغال وكلها اخطار، يعني اللي رايح مقتول مقتول. فجم مرة بعد ما خلصوا من حاكم بعد سنتين قالوا مين يبقى حاكم علينا؟ محدش راضي يتقدم، كله عارف ان بعد سنتين هيروح الجزيرة المعزولة ديت يتنافى فيها وسط الوحوش ووسط الادغال ووسط. فتقدم واحد وقال انا مستعد ابقى حاكم عليكم. يا عم انت متأكد؟ ايوه مستعد. ما انتش خايف؟ ما اناش خايف. ومن اول يوم جمع المهندسين اللي موجودين قال لهم بصوا، وجمع الصيادين اللي موجودين قال لهم الجزيرة اللي هناك ديت عايزين نصطاد كل الوحوش ونحطها في اقفاص، وبدل ما تبقى وحوش متوحشة تبقى جنينة حيوانات جميلة. بعد الشهر اللي بعده جمع بتوع الزراعة وقال لهم عايزين ننظف الجزيرة ديت من كل الحشائش والادغال وما نزرعش فيها غير النباتات الجميلة واشجار الفواكه. بعد كده جاب المهندسين قال لهم عايزين الجزيرة دي نسفلتها ونعمل. بعد كده قال لهم عايزين نعمل فيها مينا ترسى عليه السفن. بعد كده عدت السنتين، فاتحين الباب وفاكرين ان هو هيستغيث ويقول لهم سيبوني وما تودونيش هناك. لقوه فرحان ولقوه منطلق، راحوا الجزيرة وراه، لقوا الجزيرة بقت جنة. الكل قال انا هسيب المملكة بتاعتي واروح الجزيرة دي. هو ده الانسان العاقل يا جماعة، عارف انه عايش في الدنيا سنتين وخلاص، عارف انه عايش في الدنيا يومين وخلاص، فقعد يعمر في الاخرة، قعد يعمر في الدار الاخرة. هو ده الانسان العاقل. الانسان العاقل عارف ان الطالب بسبب نص درجة نقصها في الثانوية العامة ممكن ما يعني يلف بلد غير بلده خالص. ليه؟ يقول لك ده نص درجة. امال الحسنة يوم القيامة هتفرق قد ايه؟ امال الحسنة كثير منا سمعها من والده او والدته يقول يا ندم يا ابني، ده حتة الارض الفلانية اللي المتر فيها الوقت ب40,000 جنيه كانت معروضة عليا زمان المتر ب35 قرش وبالتقسيط كمان. والابن يقعد يتحسر يقول يا لو كنتوا اشتريتوها دي يا ندم بتاعت الدنيا، امال يا ندم بتاعت يوم القيامة. امال يا ندمي كانت القيام ببلاش، كان الصيام سهل، كان فتحة المصحف سهلة. يا ندمي اخواني في الله، عشان ما نندمش في الاخرة. رمضان على الابواب، رمضان لسه عليه 6 اسابيع يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين. رمضان بيننا وبينه اسابيع معدودة. مين استعد لرمضان؟ رمضان ليس عصا سحرية. في ناس بتقول اول ما يجي رمضان هنقطع سجاجيد الصلاة، والدموع اللي ما نزلتش من عيني منها ولا دمعة طول السنة هتنهمر، والقلب اللي طول السنة ملهوف على الدنيا فجأة هيبقى بتاع ربنا وقف لله، والمصحف اللي ما فتحتوش من رمضان اللي فات فجأة هتحول لوحش وهيطلع الافاتار وهقرأ القرآن للنهار وهصلي وهصوم يا جماعة رمضان ليس عصا سحرية. اول ما يجي هتتحول وتبقى بني ادم تاني. الخشوع ما هوش قرار زي الخشوع في الصلاة، ما هوش قرار. لو انت ما جتش الصلاة بدري وقرأت لك صفحة قرآن قبلها وصليت ركعتين عما مروحة الدنيا تهدى وتقف، هتدخل الصلاة دماغك هتجيبها من الشرق شوية ومن الغرب شوية. الخشوع مش قرار. لما لما كنا في سفر من السفريات والعربية ماشية على سرعة 150، فجأة ظهر موتوسيكل، السائق عايز يتفاداه، العربية اتقلبت 4 قلبات
بينا واحنا راكبينها، وكانت حادثة لولا لطف الله لما نجا منها احد. ليه؟ لان مفيش واحد سايق على سرعة 150 هيلاقي قدامه خطر هيقوم فرمل هتقوم العربية واقفة. بتوع الفرامل قالوا لك ان ان كل حوادث الموت سببها ان واحد سايق على 150 وفجأة لقى حاجة قدامه جاي فرمل، خلاص يا هو هيموت يا اللي قدامه هيموت. قال لك الحل الوحيد انك تفرمل بدري. هو ده رمضان يا جماعة، لازم تفرمل بدري. هتفرمل من الوقت العربية تقف على نهاية شعبان تدخل رمضان سليم، انما هتيجي تفرمل يوم 1 رمضان العربية تتقلب بيك. مفيش حد وهو دايس بنزين في الدنيا هيقدر يفرمل فجأة والعربية هتقف. هي دي القضية اللي احنا عايزين نتكلم عنها، ان سبب ضياع رمضان كل سنة هو عدم الاستعداد لرمضان. رمضان اخطر من انك انت تجيبها كده عامل زي لعيب قال لك انا اول ما هنزل الملعب بصم انا لا هعمل معسكرات ولا هستعد، انا اول ما انزل الملعب والاقي الجمهور بيسقف انا الحماس هينبعث جوايا وهكسر الدنيا. يا عم الموضوع مش كده، الموضوع مش دراع. الموضوع اللي مش مستعد مش هياخد حاجة. اللي مش مستعد زي كل سنة نص رمضان هيروح في الفطور، وثلاث ارباع صلوات رمضان هتبقى زيها زي غيرها من غير خشوع. وعلى ما يبدأ يخشع، وعلى ما يبدأ قلبه يتحرك، وعلى ما يبدأ دموعه تنزل يكون هلال شوال بيستطلع. وكل سنة وانت طيب، وكل رمضان نخرج من المولد من غير ثواب، من غير ثمار حقيقية، من غير تغيير حقيقي. عشان كده رمضان اخطر من انك انت يعني تضيعه بعد من الاستعداد، اخطر من انه يبقى شهر مجاهدة. ده انت تجاهد دلوقتي عشان تدخل رمضان مستعد. لما يعني لو واحد مننا جبس ايده وبعد ما فك الجبس يجي يحرك ايده يلاقيه مش قادر، يجي يمسك ورقة يلاقيه مش قادر، يجي مش قادر ليه؟ لازم تمرين يقعد له شهر عما ايده تفك. اهو بالظبط كده قلبك متجبس في جبس الدنيا دلوقتي، فكرك انك هتفك الجبس يوم 1 رمضان قلبك هينطلق ويعيش، مش هتقدر. هيروح عليك رمضان زي كل سنة. رمضان ليس عصا سحرية، رمضان ليس عصا سحرية. يعني واحد كان نازل من بيته فيعني ماشي فلقى اجنس عربيات، فلقى عربية حاجة رهيبة، حاجة بقى في الاوبشنز بقى وباور وميتاليك وحاجة. فقال يا عم ادخل اسأل يا عم في الاجنس العربية دي بكام. وبعد كده قال يا عم العربية دي شكلها غالية قوي، ده تجيلها ب50,000 جنيه ولا حاجة. يا عم انت ما انتش قد العربيات الغالية قوي دي، يا عم كمل شغلك. وبعد كده انت خسران ايه؟ ادخل. فبيقول لي صاحب الاجنس العربية دي بكام؟ قال له العربية دي، قال له قال له العربية دي ب2 مليون جنيه. الراجل ريقه وقف في زوره وجاب مرشدير وخرج واقسم انه ما هوش هيقرب من الاجنس ده ولا يبص له تاني. مرت الايام ونازل فلقى يوفط ضخمه جدا، اوكازيونات هائله، تخفيضات لا مثيل لها. فقال يعني تخفيضات على العربيات يعني ام 2 مليون هتبقى ايه؟ بمليون. يا عم كمل وشوف مصلحتك. وبعد كده قال يا عم ادخل واسال انت خسران ايه. فدخل فبيقول للراجل لو سمحت العربيه دي بكام؟ قال له العربيه دي، قال له قال له العربيه اللي كانت ب2 مليون جنيه قبل الاوكازيون، قال له قال له العربيه دي ب2000 جنيه. قال له انت بتتريق علي؟ قال له والله ما بتريق عليك، انت قال له والله اللي هيجيب 2000 جنيه الوقت هياخدها. لو انت مكان الراجل ده وما عندكش غير عفش بيتك هتروح تبيعه عشان تديله ال2000 جنيه. فرصة لا تعوض. اهو ده رمضان يا جماعة، هو ده رمضان. العربية اللي ب2 مليون بقت ب2000 جنيه. سلعة الله الغالية، الجنة، ابواب الجنة ال8، الفردوس الاعلى اللي محتاجة عمرك كله عشان تدفع ثمنها، بقت في شهر واحد تفوز بيها. مين يضيع الفرصة دي؟ مين يخلي الفرصة دي تحتمل انها تيجي او ما تجيش؟ بل انت الانتاج الاعلامي دلوقتي ما بيناموش استعدادا لمسلسلات رمضان. لو واحد دلوقتي مؤلف او سيناريست قام طلع على مخرج او منتج قال له معاه كتاب كده، قال له ايه ده؟ قال له ده مشروع تمثيليه جديده قنبله نعملها في رمضان. المنتج هيعمل ايه؟ المنتج هيرميه من الشباك، هيضحك عليه، هيقول له انت جاي لي قبل رمضان بشهر ونص تقول لي نعمل مسلسل؟ ده الناس مخلصه مسلسلات رمضان من شهور. يعني قيمه رمضان عند اهل الدنيا لا تعادل قيمه رمضان عندك.
الناس نهائي ابطال اوروبا بعد اسابيع، دنيا مولعه، الاستعداد لنهائي ابطال اوروبا، لنهائي دوري ابطال اوروبا. هو الكوره اهم من الجنه عندك؟ طلبة الثانوية العامة ما بيناموش 7/6 الامتحان المصيري، وعند الامتحان يكرم المرء او يهان، عارفين انها معركة مستقبل. ثانوية عامة لا تساوي الفردوس الاعلى عندك يا اخوانا. مش احنا طلاب اخرة؟ مش احنا طلاب جنة؟ مش احنا طلاب جوار الله في الفردوس الاعلى؟ فين الدليل؟ فين الدليل؟ الناس لما بتكون مهتمة بحاجة بتستعد ليها. اين المستعدون لرمضان؟ رمضان ليس عصا سحرية. اللي مش هيستعد الشهر ونص ده انه يفتح المصحف زي ما اتكلمنا النهاردة في تفسير سورة، ليه؟ عشان نبدأ بقى نقوم في علاقتنا بالقرآن. ما تفتحش المصحف يوم 1 رمضان، الوقتي من النهاردة ابدأ اجتهد في قراءة القرآن، ابدأ اجتهد في سماع دروس ايمانية تشحن قلبك بالايمان، بالذات الدروس اللي بتتكلم عن رمضان. والدنيا كلها متاحة على شبكة النت لأي حد. ابدأ اجهز، ابدأ اتعرف على صحبة ايمانية، ابدأ جهز نفسك لأخطر وأطول موسم عبادة في حياتك وهو رمضان. اخواني واحبابي في الله، ان شاء الله باذن الله فور انتهاء الخطبه، عشان ما يبقاش كلام نظري، عشان ما نبقاش بنتكلم كلام نظري ونقعد نوعظ ونقعد. يعني اخواني، بعض اخواني كان معايا قبل الخطبه، فيعني بنتكلم هتكلم عن ايه؟ قلت لهم هشرح سوره، فبيقولوا لي ليه؟ يعني ما لو اتكلمنا بقى موضوع وعظ كده عام كده يبقى ممكن يعني ايه يعني بالنسبه للناس. قلت لهم لا، انا مش عايز اضحك على اللي قدامي، انا عايز اديك حاجه في ايديك، انا عايز اربطك بالمصحف. انا عايز يا جماعة نفتح المصحف من الوقت، يبقى في منهج لينا في حياتنا. انما هنفضل علاقتنا بالقرآن بالمنظر ده مش هينفع. عشان كده برضو ان شاء الله باذن الله، عشان ندخل رمضان واحنا صحبة ايمانية، عشان موسم الاستعداد الشهر ونص اللي باقيين قبل رمضان دول، ال 45 يوم اللي باقيين على رمضان دول. يعني كليات الشرطة يقول لك بيعملوا لهم معسكر 45 يوم قبلها. يقول لك ليه؟ يقول لك عشان يغيروا عاداتهم وطباعهم، فيدخلوا بقى الكليات العسكرية وهم ايه؟ وهم متغيرين. اهو انت دلوقتي حياة العبودية بتاعت رمضان قدامك 45 يوم استعداد ليها. غير نفسك فيهم، اتعود على حياة جديدة فيها. كل اللي انت عايز تعمله في رمضان اعمله من الوقت، تاخد الخبطات بتاعت الامة والوقعة الوقت، تدخل رمضان وانت مستمر ومنطلق. فبعد الخطبة باذن الله سبحانه وتعالى هنعمل حاجة جميلة يا جماعة ان شاء الله باذن الله، اسمها الورش الايمانية او ورش التعارف. هنبدأ نحاول ان نتحول الى بيئة ايمان. بيئة ايمان يعني في ناس قاعدة الوقت ما بتصليش الفجر، في ناس قاعدة الوقت بيقع منها صلاة اصلا، في ناس قاعدة الوقت حياتها فيها معاصي مش عارفة غرزة فيها مش عارفة تخلص منها، في ناس قاعدة عايزة تحفظ قرآن مش لاقي حد يساعده، عايز يقوم ليل مش لاقي حد يساعده، عايز يتوب مش لاقي حد ياخد بايديه. ايه رأيكم تاخدوا بايدين بعض؟ ايه رأيكم نعمل ورش التعارف الايماني ديت؟ ان شاء الله اول ما تخلص الصلاة همسك الميكروفون ويبدأ بقى ايه نقسم المسجد تقسيمة جميلة كده، الناس تتعرف على بعض. هقول لكم الفكرة ان شاء الله بعد الخطبة، ولكن اردت بس ان انا انوه ان في فكرة جميلة ممكن تفرق معاك في مستقبلك فرق كبير جدا، زي ما فرقت مع اخوانكم واخواتكم في المنصورة بفضل ومنة الله. فرق كبير جدا في حياته، قلبت حياة ناس بفضل ومنة الله من خلال الفكرة البسيطة اللي بقول لكم عليها ديت. ورش التعارف الايماني، ده بيحفظ قرآن وده لا هيشجعه، ده بيقوم الليل وده لا هيشجعه، ده كان على علاقة محرمة وتاب منها وده غرز فيها هيفهمه يخرج منها ازاي. يبقى فيه يصحوا بعض الفجر، يصوموا في وسط الاسبوع ويفطروا مع بعض. يبقى فيه بيئة ايمان يا جماعة، نحول الدين من درس وخطبة لحياة، يبقى بيننا حياة. هو ده الطريق للتغيير الحقيقي. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. اللهم انا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها اهون الناظرين الينا. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. اللهم
طهر مصر من المواقع الفاسدة، اللهم طهر مصر من الزنا والخنا، اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات، اللهم طهر مصر من التبرج والسفور، اللهم طهر مصر من الرشوة والربا، اللهم طهر مصر من كل شرع يخالف شرعك، اللهم انصر دينك واعز اولياءك، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان ينتصر، واذن لكتابك ان يحكم. رب انا مغلوبون فانتصر. اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم الف بين قلوب اهل مصر على طاعتك وابتغاء مرضاتك، اللهم انزل هدايتك على اهل مصر، على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها واطفالها، اللهم اجعل رمضان القادم فتحا على مصر في دينها، اللهم رد اهل مصر الى دينك ردا جميلا، اللهم اجعل رمضان القادم فتحا علينا في ديننا ودنيانا، اللهم اجعلها خير ايام مرت علينا في حياتنا، اللهم بلغنا رمضان واجعلها خير ايام مرت علينا في حياتنا، اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، واعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم لا تتولى عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.